السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل معاكم الكرنباية الحلوة الجميلة دي. شايفين ورقها عريض ازاي؟ أنا جوزي لسه شاريها. الحقيقة احنا ما عملناش محشي كرنب في رمضان، ما جاتش مناسبة. وبصراحة الشهر جري جري، أنا ما حسيتش بيه يا جماعة خالص. بس النهاردة لقيت جوزي جايب الكرنباية دي وسايبها لي على السفرة كده. تعالوا يلا بينا أقول لكم. أنا أنا كنت قُلت له على مواصفات الكرنباية قبل ما يشتريها. قبل ما ينزل يشتريها يعني. قُلت له: "هاتها كبيرة شوية وتكون تدوس عليها تلاقيها فاضية كده شوية، يعني إيدك تغرس فيها، مش تبقى محجّرة عشان ما تبقاش مزرّعة من جوّه وناشفة." الكرنب سبحان الله علشان الشتا ابتدى يخلص، يعني الكرنباية كلّها عروق. هي مش كرنب بَط اللي هو كلّه عروق جامد، لكن عروقها بسيطة يعني مقبولة. ما رضيتش أكسفه بقى يا جماعة، يعني الراجل جايبها وشايلها وتقيلة، كتّر خيره بصراحة. وجاب لي الخضرة كمان والرز والطماطم، يعني كتّر خيره الراجل. ربنا يبارك لنا فيه يا رب، ما يحرمناش منّه أبدًا، ولا أي واحدة جوزها بيساعدها في أي حاجة. ربنا يا رب كده ما يحرمكيش منّه أبدًا يا رب، ولا يحرمكم من دخلته هو عليكم. أنا هنا بقى جِبت سكينتي وسنّيتها شوية علشان كانت بعافية، وهابتدي أسلِّك راس الكرنباية. إحنا عملنا قبل كده الكرنب ده بأنواع كتيرة أوي، يعني في اللي قطّعناه مربعات، وفي اللي كنت باسلقه ورقة، ورقة، وفي اللي كنت باسلقه على البخار، وفي اللي كنت باسلقه بالمصفى، وفي اللي كنت باسلقه بالمَيّة، الطريقة اللي تعجبِك. أنا هنا هاسلِّك الراس بتاعتي بس كده أطلّعها. أنا من هواة إن أنا باحب أطلّع الراس دي في الأول. وسلِّكتها أهي، إن شاء الله تطلع بالسلامة. أهي طلعت خالص. شايفين جمالها؟ طالعة يعني على الحروف، يعني ما مش طالع معاها ورق خالص. هابتدي أسلِّك بقى بإيديّا كده بس الورق من بعضيه. بُصّوا شكلها من جوّه مقوّرة إزاي من الراس، ما أكلتش فيها ورق كتير. مع العلم إن الورق اللي عند قمة العرق دي ما بيتحشيش أوي، يعني ما بيبقاش ورقة كاملة كبيرة. هابتدي بقى أسلِّك بقى كده الورق بتاعي ورقة، ورقة بالراحة كده وبشويش عشان ما يتكسّرش. أولًا الكرنباية ما دام لسه طازة ومرعرعة كده الورق سهل إن هو يتكسّر منِّك. لو مش عايزة تسلقيها في وقتها ممكن تسيبيها يوم والّا 2 كده تحت الترابيزة والّا تحت السرير هتدبل شوية، وهيتقطّع معاكِ برضه بمنتهى السهولة. يعني بُصّوا الورقة عريضة إزاي بسم الله ما شاء الله. معظم الورق بتاع الكرنباية دي كان أخضر، ما كانش أبيض ناصع يعني. أنا هنا ورّقتها كلّها وعندي مَيّة بتغلي على النار، مش هاحط فيها حاجة خالص، ولا هاحط ملح ولا هاحط عيش ولا هاحط أي حاجة. أنا هاسلقه كده بطبيعته، بطبيعة الكرنب بتاع ربنا. اللندة هنا مصفرة شوية معلش، لندة المطبخ تقريبًا هتتحرق، يعني مش مكملة معايا أوي، فإن شاء الله بإذن الله نغيّرها. أنا هاحط كمية من الورق وبُصّوا مش هاخلّيه يقلب ولا يغلي ولا الكلام ده، يا دوبك يدبل نُص تتبيلة كده أروح مطلّعاه. مش هاستنى عليه، لإنه فيه عروق وممكن يتقطّع منّي بسهولة. يعني ما هياش ورقة كده من غير عروق، لأ مش ورقة ناعمة، دي ورقة خشنة. العروق ما تسمعيش كلام حد يقول لِك لأ لازم يستوي كويس علشان العروق تبقى مستوية ومش عارفة إيه وتتلف معاكِ بسهولة، لأ. خلّي بالِك إن العروق بتبقى كلّها مَيّة، يعني مع الوقت هتستوي وهتبقى مهرية. أنا يا دوبك كنت بانزّله جوّه المَيّة أغطّيه بس ثانية، باعِد كده كام ثانية مش كام دقيقة، كام ثانية ألاقيه هبط أروح مطلّعاه على طول. ما استناش بقى لمّا يغلي ويقلب وياخد سلقة لأ. أنا ما باسلقهوش، أنا بادبّله بالمَيّة بس، باخلّيه دبلان كده بس. أنا هنا طلّعت أول كمية أهي. على فكرة الورق ده كان لونه أبيض بس هو جاي في الكاميرا مصفِر شوية.
الورق الكبيرة العريضة باجمّعها كده بإيديّا بالراحة وما بادوسش عليها، بانزّلها براحتها، وباحط أختها خلف خلاف، يعني باحط واحدة العرق بتاعها من هنا والورق من هنا، والتانية برضه أهي بُص عكسها، يعني بُصّوا العكس ده، يعني العرق من هناك أنا هاحط العرق من هنا المرّة دي، وبالراحة خالص هي هتدبل وهتنزل لوحدها، أهو خلف خلاف المحامي. باحط كده حوالين داير كأنها ورقة بتاعة ربنا، هنا بقى عقبال ما دول يتسلقوا، مش هيتسلقوا أوي برضه، أبقى أوريكم الخضرة. غسلتها وحاطّاها في المصفى الصفّا، هو جايب لي بقى حزمتين، حزمتين من كل نوع، علشان على أساس إن الكرنباية كبيرة، ده فكره إن أنا هاعمل الكرنباية كلّها في يوم واحد، لأ طبعًا، أنا هاعمل 3/4. لإني عاملة مفاجأة لبنت عمي العروسة فاطمة، وناوية أحشي لها كده حلة صغننة أو صينية وأبعتها لها بالألف هنا وشفا، هي وعريسها يعني مش هي لوحدها. هنا بقى باطلّع باقي الورق. آسفة. ال الكرنب من الحاجات الحلوة أوي، اللي كلّها غِذا وفيتامينات. أنا عندي ابني آدم ما بيحبهوش مش عارفة ليه، مش عارفة الولد ده ما بيحبش غير البانيه والمكرونة. أنا هنا بقى باوريكم بس إن أنا بصوا بقطعه ازاي، يعني التقطيعة تنيت، طبقت الورقة وهشيل العرق بس كده من على الجنب، شايفينها. أنا من النوع اللي ما بعرفش أقطع حاجة على ايديا، متعودة من وأنا بنت صغيرة بقطع على البلانشة، ما كانتش زمان اسمها بلانشة، كنت بقول لماما اديني القطعة اللي بقطع عليها. ماما ما بتحبش تقطع على بلانشة، بتحب تقطع برضو على ايديها كده زي كل الستات، انا لا، واخواتي كلهم ما بيحبوش يقطعوا على بلانشة او ما لهمش فيها، انا بحب اقطع عليها، بتنجز. شايفين قطعت رولات، هي كده اسمها رولات بالنسبة لي. بصوا طويلة ازاي، الله جميلة قوي. الرول الواحد يعمل رق من الحلة من تحت. انا كده قطعت كله، وهنا بقى انا عايزة اعمل التسبيكة. حطيت معلقتين سمنة على شوية من الزيت، وده بقى بصل مفروم كنت فرماه في الكبة وشايلاه في الفريزر، ده كمية بصل، فانا هاخد كده قيمة نص الكيس دوت، الكيس ده فيه بتاع نص كيلو بصل تقريبا يعني. انا هنا بقى هديله تشويحة كده، ومش عايزاه يتحرق، يعني يغمق، مش يتحرق يعني يتفحم ويترمي لأ، مش عايزاه يغمق، يعني دوبك كده هيبقى فوق الدهبي شويتين. احط ملح علشان يخلي ريحته تطلع ويتحمر بسرعة ويدبل. وحطيت معلقتين صغننين خالص بابريكا، اللي هي معلقة الايس كريم يا جماعة، انا حطاها في العلب معلقة ايس كريم صغيرة، حطيت منها معلقتين، وهنا برضو معلقتين كمون بنفس المعلقة، ومعلقتين من الكزبرة، ومعلقة سكر، دول معلقتين صغننين سكر عشان انا هعمل تسبيكة كبيرة. بصوا اللون دخلت في الدهب اهي. هنا بقى حطيت كيسين من الصلصة اللي كنا مسبكينها قبل كده، هو علي جايب لي قوطة بس انا مش هعملها، انا هاخد من الصلصة اللي في الفريزر، انا هسيب القوطة اللي هو جايبها علشان شكلها جامدة قوي قوي، وتنفع بقى تعمل قوطة مخللة سلطة كده، يعني عصير طماطم في الخلاط، الولاد بيحبوا عصير الطماطم بالسكر. دي بقى طماطم انا مخرطاها مكعبات صغيرة، وكنت برضو شايلاها اكياس في الفريزر، جبت كيسين برضو وحطيتهم عليها. هنا بقى العروق البيضة انا ما برمهاش، انا وعلي بنحب ناكلها كمخلل كده. وده الكرنب كله قطعته، والورق الاخضر ما رميتهوش، انا بحبه وعلي بيحبه، الولاد ما بيحبوش الكرنب خالص، رحاب بس اللي بتاكل المحشي. الكرنب الاخضر كنت زمان ماما لما تلفه ما كنتش برضه اكله، اقول لها لا، وكانت تحب تعمل رق كده في قعر الحله وتفرش الحله قبل ما تحطي يعني ترصي المحشي. انا هنا كنت بوريكم الرول يعني اللي انا مقطعاه. الصلصه اتسبكت وطلعت الماده الدهنيه على الوش اهي وتقلت،
شايفين الجمال؟ ريحتها تحفة، جميلة قوي. بألف هنا وشفا لكل اللي هياكل يا رب. اديها تقليبة كده حلوة علشان اسيبها كمان تغلي غلوة لغاية، بس انا عايزاها تقيلة شوية، اتقل من كده سنة يعني. بص عمالة تطرطش على البوتاجاز والحيط ازاي. انا هنا بقى غسلت كيلو رز وهحط عليه ملح وفلفل وكمون وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا شطة. عايزة اقول لكم ان التوابل دي حسب الرغبة. انا حاطة توابل في الصلصة ممكن تستغني عنها، بس انا بحب احطها. وده نعناع، نعناع اخضر فرمته لان ما عنديش نعناع جاف، وشوية من الزيت. ممكن تحطي كمان معلقة صلصة لو حابة يعني تزودي الحمار شوية، بس البابريكا هتعمل اللازم يعني. وهقلبهم تقليبة حلوة قبل ما احط الصلصة عليها. اسفة جدا، عفوا. جوزي بيضحك عليا وانا بمنتج. ماشي ماشي، كتر خيره، سايب كل حاجة ساكتة، موطي التلفزيون بتفرج على الماتش من غير صوت عشان انا اشتغل او اتكلم على الفيديو. كتر خيرك والله يا علي، تشكر. حطيت 4 كبشات او 3 كده على الصلصة على قد ما تاخد، وهنزل هنا بالصلصة بالخضرة بتاعتي. انا كنت خرطتها ونعمتها خالص وحطيتها في علب الايس كريم. انتوا عارفين بقى العلب دي ايدي ورجلي في المطبخ، كل حاجة بحب احفظها فيها. كنت عملت فيديو قبل كده مع الكرشة والممبار، وقلت لكم ازاي نحافظ على الخضرة في العلب ديت. هقلب بقى تقليبة كده عظمة. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، صراحة ريحة وطعم ولون يتاكلوا نيين، حاجة كده 5 ستار. بص علي بيقول لي اه والله تسلم ايدك بجد. تسلم لي حبيبي، ربنا يخليك. انا هزود الخضرة شوية. الشكل تحفة فعلا، تتاكل نية فعلا والله. انا هنا قلبتها وسبتها بردت شوية علشان الصلصة كانت سخنة قوي. هجيب بقى رول وهفرده كده وهبتدي احشي. بصوا انا هحشي على ايديا مش هحشي على بلانشة. متعودة انا احشي على البلانشة عشان اقرط على الصباع شوية. هسيب العروق تبقى بصالي انا اللي عينيا على العروق وايديا عليها الناحية الناعمة. وهبتدي كل صباع الفه لفتين او 3 على حسب، واروح قطعة اللفة، وبكده الصباع اتلف. اخد اللي بعده برضو نفس الحكاية، اخلي العروق بصالي. العروق احط عليها الرز يعني، احط الرز على العرق، على العرق الخشن يعني. وان الورقة من الناحية الناعمة على كفة ايدي، الف لفتين واقطع، اقص يعني. وكده لفيته. الصوابع دي طالعة طويلة شوية، انا كنت بحبها قصيرة قوي، بس هي رفيعة زي ما انا بحب. ما علينا، يا رب بس يعجب فاطمة وعريسها. انا هنا بقى خلصت الحشو كله، كمان علقت عليه عشان خلاص بقى كده. احنا دلوقتي في الستة البيض، بنصومهم النهاردة اخر يوم، ومش عايزة اتأخر على على الجماعة وهما بيفطروا. انا عملت الصينية الكبيرة دي عشان احنا 4 افراد بقى، وهم عرسان فردين بس. عملت لهم الصينية الوسط دي، وهحط رشة زيت كده لانه خلاص استوى واتشرب خالص. هحط رشة زيت وهحط تحتيه الشياطة زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبه 20 دقيقة بالظبط كأني بعمل رز. 20 دقيقة وهطفي، ويمكن اقل. هو بس ياخد اللمعة كده بالزيت. وده ورق الكرنب الباقي، انا عايزة اشيله في الفريزر يتعمل مرة تانية مع اي حاجة تانية، لان كده انا طلعت دولت من الكرنباية. انا هنا حمرت الفراخ بتاعتنا. انا كده بعت الصينيه بتاعت فاطمه، معلش بقى ما صورتهاش، دي هديه. وكل سنه وهم طيبين وبالهنا والف بالف هنا وشفا ليها. على فكره فاطمه متجوزه واحد اسمه علي على اسم جوزي يعني. هم ولد يعني، هم الاتنين اخوات. متجوزه واحد على اسم اخوها. ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب.
هو وجوزي هما الاتنين، كل اسم علي ربنا يديله الصحة والعافية يا رب. وعملت لسان عصفور وعملت سلطة، وبعت لها هي بقى نايبها هي وجوزها على الصينية بتاعتها. وده بقى المخلل اللي هو العروق اللي احنا خللناه، حطيت عليه خيارايه وجزرتين وقرن فلفل ورق لوري، وحبشته كده بشوية شطة و... وحطيته في البطرمان ده. على فكرة ده هيتنسف نسف، لان ده حبيب قلبنا، ما بنصدق نجيب كرنباية علشان نخلي الترش ده. اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد.